أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق الثالث. النهاردة عايز أفتح معاكم ملف زيفي كيبر الذي تم اغتياله في مصر منذ أيام قليلة، وتحديدا يوم 7 مايو على يد مجموعة أطلقت على نفسها طلائع النصر، مجموعة الشهيد محمد صلاح، وأعلنت مسؤوليتها عن الحادث. معنى كده ان هذه المجموعات موجودة ونشطة وبتستهدف اسرائيليين وصهاينة. هذا الموضوع لم يكن وليد اللحظة او لم يكن وليد هذا العام. احنا لدينا ايضا تنظيم اطلق عليه في حينه تنظيم ثورة مصر، هذا التنظيم الذي تم تأسيسه في العام 1983. وبين زيفي كيبر الذي تم اغتياله منذ أيام قليلة وزيفي كيدار مسؤول الأمن بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة الذي تم اغتياله أيضا في 4 يونيو من العام 1984. وبعدها بقليل تعلن مسؤوليتها عن الحادث تنظيم ثورة مصر، أو يعلن تنظيم ثورة مصر مسؤوليته عن الحادث. ومن هنا بدأ يتردد اسم ثورة مصر، ثورة مصر. هذا التنظيم الذي أسسه محمود نور الدين، وهو شخص ناصري عنيف حاد جدا، هذا الوصف لشخصية محمود. حتى في العنف ضرب أخوه بالرصاص لخلاف مالي حول الأموال التي كانت تأتي لتمويل هذا التنظيم، وهنيجي لده بعد قليل. محمود نور الدين زي ما قلنا هو شخص ناصري، ولد في 26 يناير 1941. سنة 62 محمود يسافر إلى لندن ويعمل بالسفارة المصرية هناك، ويتعرف على خالد جمال عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر. خالد كان رايح يتعلم في لندن، وهنا ممكن البعض يقول هو ابن الزعيم اللي كان بيتغنى بالتعليم رايح يتعلم بره، ودي علامة استفهام طبعا أكيد، وحق ناس كتير جدا إنها تتكلم فيها. ولكن يعني يمكن اللي حاصل ده هو التفسير الطبيعي للخطب والهتافات والشعارات الرنانة وبين الواقع الذي كانت تعيشه مصر ولا زالت تعيشه. طبعا اهتم جدا بخالد عبد الناصر باعتباره ابن الزعيم، وكان بيقدم له كافة الخدمات اللي بيطلبها خالد عبد الناصر في هذا التوقيت. بعد محادثات السلام وبدأ الحديث عن معاهدة سلام وسلام مع إسرائيل وزيارة السادات للقدس، بعض الناس اللي كانوا دبلوماسيين من ناحية وموظفين من ناحية أخرى قدموا استقالاتهم، وكان منهم محمود نور الدين. محمود نور الدين استقال واعتراضا طبعا على اتفاقية السلام، وعاد إلى القاهرة في العام 1983 وبدأ في تشكيل وتأسيس هذا التنظيم. من ضمن الأسماء اللي كانت مع محمود في هذا التنظيم بعض الأسماء اللي أنا أذكرها لحضراتكم، منها مثلا على سبيل المثال محمد علي شرف، سامي عبد الفتاح، نظمي شاهين، جمال شوقي، أسامة خليل، وأحمد عصام شقيق محمود نور الدين. خالد ابن زعيم جمال عبد الناصر كان حابب يدخل المعترك السياسي ويكمل على مسيرة وسيرة والده، وكان عايز يترشح في أحد الانتخابات البرلمانية. ولكن هل مبارك كان سيسمح بذلك؟ الإجابة هنسمعها حالا دلوقتي من الدكتور مصطفى الفقي اللي تم لقائه بخالد ووجه له رسالة، أو كان يحمل له رسالة من الرئيس مبارك مفداها أنك يكفيك أن تكون ابن الزعيم جمال عبد الناصر ودي كفاية وما تترشحش. تعالوا نسمع مصطفى الفقي قال له إيه. في يوم اتصل بي الدكتور رضا شحاتة، كان سكرتير الرئيس اللي جه بعدي، وقال لي الرئيس بيبلغك تروح لخالد عبد الناصر عشان عارف ان انت يعني ليك دلالة عليهم وصداقة، وتقول له هو عايز يترشح في الانتخابات ليه؟ ما يشتغلش في السياسة ولا يترشح في الانتخابات، يكفيه لقب واحد أرفع من كل هذه الألقاب، وهو أنه ابن جمال عبد الناصر. ونقلت الرسالة إلى خالد. عمليات التنظيم، هذا التنظيم لم يستمر طويلا، وكان ممكن التنظيم ده يستمر لوقت كبير جدا 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 لولا أن الخيانة أتت من الداخل، من داخل التنظيم. خيانة التنظيم يعني أتت من الداخل، وأقول لكم إزاي حالا دلوقتي. 4 عمليات قام بها هذا التنظيم. الأولى زيفي كيدار زي ما قلت لك في 4 يونيو عام 1984 في منطقة المعادي. العملية الثانية كانت ألبرت أتراكشي وزوجته وسكرتيرته، وكانت في 20/8/1985. وألبرت كان مسؤول تعذيب الأسرى المصريين في العام 67، وكان بيتلذذ بفقع عين الأسرى المصريين.
التالت ده له قصة يعني، أو التالتة لها قصة. في مارس 86 كان هناك معرض أو أرض المعارض في مدينة نصر. بدأ يبقى في جناح لإسرائيل داخل هذا المعرض، واعترض المصريين لأول مرة يحصل حاجة زي كده، وكانت الهتافات وكأنها تنادي وتغازل ثورة مصر، وكانت بتقول الهتافات زي ما بقول لك كده: ثورة مصر لما هبت تسلم الإيد اللي ربت. وكأن ثورة مصر تم استدعائه بالفعل. يتم التخطيط، وعلى الباب الخلفي لأرض المعارض يقف نظمي شاهين بالسلاح علني امام كل فرق الامن وكل الدوريات الامنيه، وهو قال في الكلام ده، وانا هسمعك بنفسك، انه كله هيقول لك ده ممكن يكون تبع الجهه الفلانيه، والتاني يقول لك ممكن يكون تبع الجهه الفلانيه. وفجاه تخرج السياره التي كانت تستقلها مسؤوله جناح اسرائيل في هذا المعرض انذاك، إيلي تايلور، وينقض عليها نظمي شاهين ويرضيها مقتوله بعد تسديد عدة رصاصات من سلاحه الذي كان يمسك فيه في يده، وأيضا يلوذ بالفرار. ولم يتم القبض على نظمي شاهين بعد هذه العملية. العملية الرابعة لم تكن موجهة للإسرائيليين، ولكن كان في كده أحداث، كان في بعض الأسرى الفلسطينيين، وكان في اختطاف لسفينة أمريكية، وبعد كده اللي اتقبض على اللي عملوا العملة دي ونزلوهم بالقوة في إحدى الدول العربية، وتم تسليمهم للجانب الأمريكي. فكان الرد حاضر من تنظيم ثورة مصر، المرة دي موجه إلى السفارة الأمريكية، وتحديدا مسؤول أمن السفارة. توجه ثورة مصر فورا إلى السفارة الأمريكية، واعتبر الأمريكيين هدف، وكان الهدف بتاعهم هو مسؤول أمن السفارة آنذاك دينسي ويليام. دي الأربع عمليات اللي عملها التنظيم. طيب، لماذا لم يستمر التنظيم طويلا؟ أنا هحكي لك عدة قصص. يجي هنا دور خالد جمال عبد الناصر في هذا التنظيم، أن هذا التنظيم كان تحت مرأى ومسمع ورضا بل وتمويل من خالد جمال عبد الناصر. وهناك عدة قصص. القصة الأولى قصة العروسة اللي ممكن يكون أي حد جاي من بره بيجيب عروسة للأطفال. في الحالة دي خالد جمال عبد الناصر كان جايب فعلا عروسة، ولكن جواها ليست عروسة، ولكن جواها مدفع ألماني الصنع. هيكلمنا عنه برضو نظمي شاهين. تعالوا نشوف نظمي شاهين قال ايه. حوالي تلت ساعة واقف على البوابة، الأمن بسم الله ما شاء الله، ترش الملح ما ينزلش. بتمشى بطريقة يعني ارتجالية من الباب ده، من طرف الباب ده لطرف الباب ده، وشايل سلاح ولابس ملكي. طبعا هنا الأمن برضو مع عذره، بتاع المخابرات افتكر تبع أمن الدولة، وبتاع أمن الدولة افتكر تبع مباحث اسم، وبتاع مباحث الاسم افتكر انا تبع وزاره الداخليه. فما حدش سالني انت بتتمشى بالسلاح ليه، والسلاح ظاهر. كان فكره محمود نور الدين لو السلاح مستخبي، لو انا مخبيه هيتقبض عليا بسهوله، اي حد هيسالني. الهدف ده كانت عميده في المخابرات الاسرائيليه اسمها إيلي تاور. خدت المدفع بتاعي، مجرد ما دار العربيه كانوا هم وصلوا عندي بصيحه الله اكبر. ففي واحده ست كده بلدي حلوه جميله شايله شويه حاجات متبضع، لقيتها بتزغرط. والله ايه اللي حصل؟ بتزغرط ليه ما اعرفش. سلاح واحد يمكن اتكلمت عنه الصحف اسمه العروسه. العروسه دي كانت طبنجه جميله، مدفع كده الماني حلو 47 كولت، كان جايبه خالد عبد الناصر في علبه بتاعه عروسه اطفال، على اساس هو جايب هديه لاحد ابنائي. فاحنا لما جت لنا في العلبه بتاعه العروسه اطلقنا عليها اسم العروسه. لم يكن هذا هو الدور الوحيد لخالد جمال عبد الناصر، ولكن ايضا خالد جمال عبد الناصر اتى ب5 مليون دولار من ليبيا من العقيد معمر القذافي تمويلا ودعما لهذا التنظيم. ومن هنا دب الخلاف، وبدأ الخلاف بين محمود وشقيقه أحمد عصام الدين. يدخل عليهم نظمي شاهين في أحد الأيام ويجد هناك شجار شديد وصوت عالي، ويجد أحمد عصام مدرج بدمائه ومضروب بالرصاص، واللي ضربه بالرصاص هو محمود نور الدين شقيقه وزعيم هذا التنظيم. الخلاف كان بسبب هذه الأموال. وبعد فترة
وبعد فشل الأجهزة كافة في الوصول إلى هذا التنظيم ومن يمول هذا التنظيم ومن وراء هذا التنظيم، تقدم السفارة الأمريكية للسلطات المصرية شريطا مسجل عليه كافة الاعترافات بكافة التفاصيل من أحمد عصام شقيق محمود نور الدين. أراد الانتقام من الجميع، وزي ما بيقولوا كده يعني هدم المعبد على التنظيم كافة. طيب عايزين نقبض على التنظيم، ولكن خالد جمال عبد الناصر اسمه ورد بهذا الشريط. يتم التجهيز، وعلى طريقة خلاويص يغادر جمال عبد الناصر إلى يوغوسلافيا. وبعد مغادرة خالد عبد الناصر ليوغوسلافيا يتم القبض على أعضاء التنظيم ودون ذكر خالد جمال عبد الناصر. في البداية ذكر اسمه في التحقيقات، ولكن فجأة اختفى هذا الملف اللي فيه خالد جمال عبد الناصر، لأن النيابة طلبت بإعدام خالد جمال عبد الناصر مع باقي المتهمين منهم محمود وغيره. وبعد شوية والدة خالد اتصلت بالرئيس مبارك، قال لها اطمني. في خلاف نشأ ما بين محمود نور الدين واخوه. اخوه في الوقت ده فوجئ ان الله يرحمه خالد جمال عبد الناصر كان في ليبيا، فجاب شنطه فيها 5 مليون دولار. في الوقت ده انا كنت تحت. انا جيت لقيت سامي بيفتح لي بيقول لي الحق ده محمود وعصام بيضربوا بعض. دخلت لقيت احمد عصام على الارض بيصرخ وبيقول لي خد من هنا دلوقتي هنهزم. أدين في هذا التنظيم عدد آخر من الشخصيات الكبيرة في مقدمتهم خالد جمال عبد الناصر، ولكن طبعا الرئيس مبارك لم يكن يسمح بالإعلان عن تورط خالد، وسمح له بمغادرة البلاد. النيابة وجهت اتهام لخالد عبد الناصر، ممثل النيابة طالب بإعدام خالد جمال عبد الناصر، وطبعا العبارة شاقة جدا على الناس. فأمه الراحلة السيدة تحية اتصلت بالرئيس الأسبق مبارك وقالت له يعني حد يعدم خالد جمال عبد الناصر؟ قال لها اطمئني ما فيش حاجة من دي خالص. بالفعل نيجي المحاكمات التي استمرت 4 سنوات. تقف النيابة تطلب وتطالب بالتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ومنهم خالد جمال عبد الناصر. وكانت المحاكمة بعد 4 سنوات الحكم على محمود نور الدين بالمؤبد 25 عام، والحكم على 5 آخرين من التنظيم ب15 عام، وتراوحت باقي الأحكام من 6 أشهر إلى 10 سنوات، مع براءة 3 متهمين وخالد جمال عبد الناصر. في سبتمبر من العام 1998 يتوفى محمود نور الدين داخل محبسه بعد قضاء 11 عام، وفي 2002 يتم الإفراج عن باقي التنظيم، ويتوفى خالد جمال عبد الناصر في العام 2011. ومن الواضح أن فكرة تنظيم ثورة مصر هي فكرة، وكما يقول البعض الفكرة لا تموت، وها هي طلائع النصر مجموعة الشهيد محمد صلاح التي أعلنت عن نفسها يمكن أن تكون هي من تجدد هذه الفكرة. أشوفكم بعد الفاصل.